المغرب فازت على هايتي، الأسود تطهر ريمونتادا. أعتقد بأن المنتخب المغربي سيد رشيد عرف كيف يخطف المباراة التي كانت في بداياتها مباراة صعبة، ولربما كانت في أريحية باينة عند اللاعبين بأن المباراة في المتناول بإمكاننا أن نحقق الفوز. وأعتقد بأن أفضل سيناريو عاشته المغرب في هذه المباراة ستتعلم منه في قادم المنافسات والأدوار. نعم، شاهدنا مباراة هايتي والمغرب يعني ذو وجهين، كاين شوط أول وشوط ثاني. رغم أن المدرب وهبي خلى بعض اللاعبين الأساسيين في بنك الاحتياط استنادا إلى الدور الثاني، لكن بين قوسين أنا نقول رغم أن المغرب كانت عنده تأشيرة تاع الشوط الثاني، لكن نقدر نقولوا أن المدرب لعب شوية بالنار. لماذا لعب بالنار؟ لأن بعد بداية المباراة عندما هايتي سجل الهدف الأول المغرب شوية ارتبكوا اللاعبين، بعد ذلك رجعوا في النتيجة. لكن أنا شفت وجه جيد جدا لهايتي في الشوط الأول، خاصة الهدف الثاني اللي سجله إيزودور، هدف يبقى من أحسن الأهداف في البطولة. لاعب إيزودور يعني صراحة هدف قوي وقوي جدا. المغرب في الشوط الثاني عاودوا للمباراة وكان له شرف أنه يسجل 4 أهداف. هذا مما يخليه من جانب البسيكولوجي يرتاح بهذا النتيجة، ويخليه يقابل في المباراة أظن أمام السويد، أما واحد من المنتخبات هولندا أو اليابان أو السويد. أمام هولندا راح تكون مقابلة قوية، ونتمنى إن شاء الله باش المغرب إن شاء الله يزيد يتجاوز هذاك الدور ويمشي، لأن لحد الآن أحسن نتائج في الفرق العربية هي مسجلة من طرف الفريق المغربي. طيب سيد فتحي، المغرب سيناريو يخوف، مباراة كانت صعبة ومفخخة، استطاع فيها ربما أو اكتسب من خلالها محمد وهبي سيناريوهات مختلفة. سيناريو أنك أنت متأخر في النتيجة وتعود، أنك أنت تفتقد لبعض العناصر وكيف تعوض بالموجودين عندك على الدكة، أنك أنت بعض العناصر ما تكونش في يومها مثل ما ظهر إبراهيم دياز، أن تكون هناك بعض العناصر متألقة وفي يومها مثل ما ظهر أشرف حكيمي، أن يكون البديل حاسم مثل ما كان رحيمي حاسم، ومثل ما كان اللاعب الصغير جسيم ياسين. فربما المغرب أكثر من 4 أهداف كسبت هلبة نقاط وهلبة مكاسب من المباراة. شوف، ما كانتش المقابلة صعبة. المغرب صعبها على روحه. المغرب ثقة زايدة، قلة تركيز. الأهداف متاع الفريق هايتي هدايا من الفريق المغربي. تتفرج في الأهداف، الهدف الأول مسؤولية بونو واضحة جدا. بربي ما نبداوش. شوف، أنا بقدر ما نحب اللاعبين بقدر ما ننقد اللاعب وقت اللي يخطأ. بونو كرة غلطة منه. الهدف الثاني شوف وين فقد الكرة المنتخب المغربي، فقدها في 20 متر، زوج لاعبين الكرة عندهم، لكن الاستسهال، انعدام التركيز، هذا يستحيل. الدرس اللي هذايا المغرب كل مقابلة احسب امامك البرازيل، تلعبش ضد كوراساو، البرازيل، هايتي، البرازيل كانت تبي تقدم للامام بالطبع. واللي ريناه اكثر من هكا الاستسهال، وانه يوريك الاستسهال وين، ووريك امكانيه المغرب وين. كل ما تسجل هايتي واحنا نتفرج والجمهوريه تتفجع، المغرب تبدل السرعه كالسياره، تعمل هكا تعدل القراب على طول، تعدل الرابعه، تعدل هايتي تسجل، المغرب تعمل هكا. هو مش المغرب اخي، تو نقول لك اشرف حكيمي عنده سياره متخبيش في فرنسا في باريس، واخد يمين يجتاز من اليمين. يا ولدي اسمع الاضواء الحمراء كل حركه. لا مش قلت لك معناها وقت باش يوريك الاستسهال. وفيش طاحوا المغرب، فيش طاحت في كونه في اللعب الفردي. لانه كان لاحظت كل لاعب من اللاعبين المغاربه اللي هم فنيين عندهم فنيات كبيره يقدر يتجاوز 2-3 مدافعين بسهوله ويحب يسجل هو. وربما التمريره الاخيره لهذا درس كبير راهو في المستوى. من بعد تو احنا في كاس عالم تاع بطوله، مقابلات بالنقاط، الان كاس عالم كاس. الخطا ما عندكش امكانيه تدارك، تخطأ مع منافس صحيح تخرج. خاف على المغرب احنا، لانه المغرب بالنسبه لي انا الغنايه اللي بديت بها انا غنيها للمغرب. انت معلم، الغنايه اللي بديت بها انت معلم. أي. وانت منك نتعلم. المغرب انت معلم وانت منك نتعلم، ونقولها دون مركبات. مع الاسف معناها الفرق العربيه خرجت، تونس خرجت، ماذا بيا الجزائر تقعد ومصر تقعد، اما اللي باش نتابعوه وربما عندنا امل فيه باش يمشي لبعيد هو المنتخب المغربي. هذاك علاش نقولوا له. ثم كلمه وانهي، من انقذ المغرب البارحه؟ اشرف حكيمي. فانا ماذا اقول لاشرف حكيمي؟ نقول له شويه شعر. اشرف شرفتنا، وحكيمي انت كنت الحكمه داخل مجموعه فقدت التوازن وفقدت الحكمه. اشرف حكيمي هو اللي رجع المغرب الحقيقه في مكانها الطبيعي، لان المغرب كان في مكان غير عادي غير طبيعي، والحقيقه معناها قلقنا برشا.
واحنا كنا ننتظروا في كون المغرب يفوز بنتيجه عريضه، ربما البرازيل كذا ويتعدى هو الاول، ولكن ولينا نلعبوا على التعادل من بعد الانتصار. الحمد لله جاءت رصاصه الرحمه من عند رحيمي. بكل تاكيد. سيد جمال، التعاطي مع المباراة وردود الأفعال التي بنيت بعد هذه المباراة والتساؤلات التي طرحت بعد هذه المباراة، كيف من الممكن أن تجيب عنها المغرب في قادم الأدوار؟ هل اليوم محمد وهبي لامس خطورة الموقف، لامس صعوبة المشوار، دور بعد دور ومنافس بعد منافس، أم أن اطمئنان كامل ومطلق في داخل معسكر الأسود في وين هي يلعبوا؟ نيوجيرسي في المكسيك. هو في الواقع بعض المباريات تأتي في وقتها. هذه المباراة أمام منتخب هايتي جاءت أيضا في الوقت المناسب بالنسبة للمنتخب الوطني قبل الأدوار يعني الحاسمة. ماذا وقع في هذه المباراة؟ أنه، وأنا قلتها أمس، قلت لو دخلت في عقل محمد وهبي يبحث عن الفوز، ولكن أيضا يسعى لتدوير بعض اللاعبين ومنح فرصة لبعض اللاعبين، وهذا ما قام به بالفعل، لأنه كانت 4 تغييرات على تشكيلة المنتخب المغربي. حينما تغير 4 لاعبين دفعة واحدة في هذا المستوى بلا شك يعني تفقد بعض التوازن. زائد ما قالوا فتحي، أيضا كان بعض الارتخاء، بعض اللاعبين على مستوى الثنائيات لم يكونوا بالحده التي عهدنا عليهم مثلا في مباراه اسكتلندا او في مباراه البرازيل. هذا يظهر انه بعض اللاعبين اعتقدوا ان المباراه في الجيب. هذا الجانب الاخر، لانه مثلا دياز في كره الهدف الثاني كان ممكن يلتحم مع اللاعب هايتي ويبعد الخطر على مرمى المنتخب المغربي. الجميل ايضا هو انه المنتخب المغربي رغم الظروف اللي عاشها في الشوط الاول اظهر شخصيه قويه جدا، شخصيه الكبار في ردة الفعل، يعني وفي الحسم المقابله، وايضا في الطريقه التي خاض بها الشوط الثاني، وايضا في شخصيه القائد اشرف حكيمي، ولا ننسى ايضا واحد الجندي المجهول بلال الخنوس الذي قدم ايضا مباراه كبيره جدا. في كل الاحوال درس مفيد للمنتخب المغربي قبل المباريات المقبله. الدرس الاول انه ايضا الذهاب بعيدا في المونديال يحتاج الى حصانه دفاعيه كبيره، منظومه دفاعيه قويه جدا يمكن ان تذهب بك بعيدا. المنتخب المغربي استقبل 3 أهداف، يعني هدف امام البرازيل وهدفين امام منتخب هايتي. زائد ايضا انه محمد وهبي تقريبا ما قام به في مونديال اقل من 20 سنه قام به ايضا في هذا المونديال. المباراه الثالثه ايضا في مونديال اقل من 20 سنه كانت فرصه ليمنح فرصه لبعض اللاعبين، وايضا ليصدر احكام قطعيه. مثلا الكعبي اعتقد انه سيكون خارج تصورات محمد وهبي في الفتره المقبله. رحيمي اثبت قدراته في هذه المباراه، دخل كبديل وكان حاسم، سجل ومنح هدف لجاسم، وكان سخي في العطاء ديالو، الدموع ديالو وهو يسجل هدف. هذه الدموع تختزل الكثير من القصص، قصه ابعاده عن مونديال 2022 قطر، وقصه كفاح واراده صلبه ابان عن هذا اللاعب قبل ان يلعب مونديال 2026. الجانب الاخر ايضا انه كانت بعض ارقام ايجابيه. اسماعيل الصباري اول لاعب افريقي يسجل 3 مباريات متتاليه في دور المجموعات. جاسم سجل في كاس العالم من اقل من 20 سنه وهو يسجل اليوم. المنتخب المغربي يصل الى المباراه رقم 26 في كاس العالم كاول منتخب افريقي، هذه والسابعه تقريبا دون هذه جوانب ايجابيه. ولكن في كل الاحوال محمد وهبي سيعود الى تشكيلته القاره التي اعتمد عليها، لانه ظهر ايضا ان مزراوي مكانته لا تناقش، لانه لاعب تكتيكي على اعلى مستوى، بان انه مكانته لا تناقش. مكانه بوعدي ايضا، مكانه عز الدين أناحي، التوظيف الرائع لاسماعيل الصباري بالنسبه للمنتخب الوطني. في كل الاحوال درس كان مفيد جدا بالنسبه للمنتخب المغربي، لانه شوف كما قال انه فتحي انه سقف التطلعات اصبح كبيرا. لو ان المباراه جاءت في سياق اخر لا يعني كنا سعداء برباعيه المنتخب المغربي امام هايتي، ولكن لانه سقف التطلعات اصبح كبير بالنسبه للمنتخب المغربي، فايضا حتى ادوات النقد تتغير وتتبدل مع المنتخب المغربي، وهذا هو الواقع، لانه هو يفرض عليك ان تتكلم عنه بهذه الطريقه، علما ان ما سياتي صعب جدا. يمكن ان يواجه هولندا او اليابان بنسبه اقل، منتخب السويد، بعد ذلك المنتصر من مباراه كندا وجنوب افريقيا قبل ان يمر الى طريق المنتخب الفرنسي. طيب، كان هذا حديث ياسين جسيم سيد رشيد، واعتقد بان مكسب آخر للمنتخب المغربي بعيدا عن مكسب النتيجة، وهو إقحام لاعب بهذه السن وفي هذه المناسبة ويسجل، وربما اكتسبت ورقة رابحة وهو بطل العالم مع منتخب الشباب. نعم، مجيء المدرب وهبي قلت لك عنده شاب، عنده أفكار جديدة، عنده أفكار بعيدة المدى في تطوير كرة القدم، لأنه مدرب كفء. نظن باللي الهدف اللي سجله اللاعب ياسين، يعني كما تفضلت وقلت له في ستراسبور الفرنسي لا ليغ 1، راح يعطيه دفعه من جانب البسيكولوجي مهمه جدا، خاصه انه شاب في اول ظهور له يسجل اول هدف مع المغرب. نظن هذا راح يعطيه واحد الاندفاع، واحد الثقه كبيره في المستقبل. وبالتالي انا اظن باللي المدرب وهبي بدا في تغيير ملامح التشكيله المغربيه باقحام شبان، خاصه منهم بعض اللاعبين اللي كانوا معه في بطوله العالم الاخيره اللي فازوا بها. واظن ان المستقبل الان للفريق المغربي امهات الشبان اللي رايحين يمدوا دفعه جديده للفريق في المستقبل. سيد فتحي،
ربما مع مكاسب النتيجة هناك تغييرات في جلد المغرب بإقحام وجوه جديدة، وجوه اختلفت كثيرا عن مونديال 2022. بعض الركائز